إن المرأة في الجنة تكون مثل الحور العين في الجنة، بل يميزها الله في الجنة عن الحور العين. أولا، يعيد الله عز وجل المرأة إلى صباها بعد أن كانت عجوزا، وذلك لقول الله تعالى في سورة الواقعة: إنا أنشأناهن إنشاء. وتلك الآية تدل على أن الله سبحانه يعيد إنشاء المرأة من عجوز إلى سن الشباب، وهذا في حد ذاته تكريم عظيم للمرأة. ثم يعيد الله جل جلاله للمرأة بكارتها، فتصبح بكرا كلما أتاها زوجها في الجنة، وذلك لقول الله عز وجل في سورة الواقعة: فجعلناهن أبكارا. ويأتي قول الله تعالى: عربا أترابا، والعرب جمع عروبة، يقال وهي المرأة المتحببة المتذللة لزوجها، مازحة ضاحكة مستبشرة، لها نبرة صوت خلاب، تقول لزوجها: والله ما في الجنة أجمل منك ولا أبهى منك، الحمد لله الذي خلقني لك وخلقك لي. أما أترابا فجمع ترب، يعني امرأة متساوية، أي متساوية مع الحور العين في الإنشاء. ويميز الله عز وجل نساء الدنيا عن الحور العين بأنها ستكون سيدتها في الجنة وسيدة القصر التي تسكنه في الجنة. ولماذا فضلك الله على الحور العين في الجنة؟ فضلك الله عز وجل لصلاتك في الدنيا، وصيامك في الدنيا، وحجك في الدنيا، وصبرك في الدنيا، وطاعتك له، والاحتساب عند المصائب، وبرك بوالديك، وصلتك للرحم، وحفظ عرض زوجك، وكل شيء فعلته في سبيل الله.